فكرة ازايز الحبوب في البحر لفك الحصار دي فكرة عبقرية، وحصار السفارات المصرية ده تكتيك جهنمي. بس لحظة، دي مش افكار الشعوب العربية. ليه؟ علشان ببساطة هم اصلا ما بيفكروش، ولما اتفتح لهم قبل كده باب التفكير فتحوه على بلادهم ودمروها بايديهم. الحقيقة ان دي مش افكارهم، دي سيناريوهات صهيونية مكتوبة حلو، والكيان كالعادة بيحاربنا بسلاحنا، بيطعنا بخنجر عربي وبيسلط علينا كلابه اللي بيتكلموا لغتنا. هو انت فاكر ان معركتنا دلوقتي مع شوية شباب متحمسين ولا مع الاخوان الخرفان؟ يبقى انت لسه ما صحيتش من النوم ولسه العماص في عينيك. الاخوان مجرد جزم، والجزمة عمرها ما بتمشي لوحدها، في اللي بيلبسها وبيدوس بيها في الوقت اللي يناسبه ويركنها في الجزامة لما يزهق. احنا مش بنلعب مع التنظيم، احنا بنلعب مع اللي بيشغل التنظيم وبيكتب السيناريوهات وبيشغل الاعلام وبيفتح المايك وقت ما يحب ويسكته لما ينتهي الدور. لو عقلك فاكر ان كل الحنبل بالسجق ده هدفهم فك الحصار، فانت كده خارج نطاق الخدمة. يبقى افصل مخك وشغله تاني. مصر شايفة وفاهمة ومتقية شر استدراجهم وبتلعبهم بذكاء، وده اللي مجنن اسراء واعوانها، علشان كده ماشيين يشدوا في شعورهم في الشارع وبيجروا وهم قالعين البنطلون. شيروها له.